الو. اليوم راح احكي لكم قصة فيلم بس باللهجة العراقية. قصة الفيلم والله بما انه جاي نحكي باللهجة العراقية راح اسميها كريمة. تبدي احداث القصة بالخمسينيات وهي ترويها ان لحد ما تصير هاي البنية طفلة خلينا نسميها زعطوطة، بس امها خوش بنية وخوش مرة فقيرة، بس هي تطلع شيطانة الشفلح. نغل البنية وقحة الى ان تكبر البنية وتصير بعمر يسمح لها طب للمدرسة كريمة للمدرسة ويتحرشون بيها مجموعة مال اطفال. وهنا كريمة راح تكضهم تمردهم تخبزهم خبز تنقلب عليهم اندرتيكر. وهناك مو مثلنا يعني اذا يغلط الطالب ما يكضونه مساطر، لا يخصمون من درجاته ويخلوا له علامة. اذا كثرت عليها العلامات ينفصل. اي يوم ورا يوم كثرت عليها العلامات لحد ما اجى يوم قاعد يفصلها بها المدير. اجت من المونتاج امها قالت له لا انا اريد اطلعها من المدرسه. قالها انا فاصلها اصلا يعني. فتاخذها امها وتروح المدينه كبيره مال عرضزياء من هذا القبيل، فتريد تمر على صاحبتها تدين منها فلوس، حالتهم الماديه ضعيفه، فتقول لها يما ابقى بالسياره، اذا تنزلي من السياره اكلك الطنطل. بس هي طنطل كريمه ما يمشي عليها هذا الحكي. المهم تنزل امها من السياره ورا دقائق راح تنزل كريمه وتطب لي الحفله، تركض وراها الكلاب. المهم هنا راح يصير حدث يغير حياتها. بعد ما يصير هذا الحدث وتروح لندن تلتقي بأصدقائها هوريس وكاسبر. هذول نشال يشتغلون على باب الله، فيشتغل وياهم نشال على باب الله. فهي كانت حب تصميم الازياء، لا ان يجي يوم عيد ميلاد ويفاجئوها اصدقائها بانهم لقوا لها وظيفه هناك وتشتغل. بس هناك ما راح يحترمها مدير الشغل ويخليها تنظف وتمسح. هي تحب الازياء، انا ما جاية تنظف وتمسح. الى ان يوم من الايام تقب وحدها تلقى مشروب عرقه ولا تضرب تنسم كريمه، تروح لعارضه الازياء اللي هي ما عاجبها التصميم مالتها. بعد نسمت كريمه فهي تصممها. يجون الصبح يلقون كريمه لاعبه لعب. يقرر مدير الشغل يطردها يسربتها يا ولي. تجي البروانه يعجبها الشغل ويشغلها عندها. فيوم من الايام تشوف شيء تعتقد هذا الشيء غير حياه، فتبدي المنافسه بينها وبين البروانه وتتحول من البنيه الهادئه الى البنيه الشريره الخبله النغله ام عقل كبير. ام عقل كبير شيلها بالمونتاج مو تنسى. الانسانه الشريره اللي تحب تنتقم من البشر اللي اذاها الى حد ان تعرفها البروانه وقررت تنتقم منها وتتخلص من عندها. هنا يا شباب تنتهي القصه والفيلم كلش حلو من حيث الموسيقى التصوير والتسلسل بالاحداث. انا ما حبيت احكي كل شيء حتى ما يحترق عليكم الفيلم، خليكم الصوره مال الفيلم. اذا عجبكم الطريقه مال بسرد الاحداث والفيلم بالطريقه العراقيه اكتب لنا بالتعليق، هذا يهمني كل شيء.